لو فاكره ان الهالات السوداء اللي تحت عينك دي سببها بس انك سهرتي كده كام يوم، فالمصادر العلميه بتقولك ان مفهومك غلط تماما. عشان كده لما بتشتري اغلى كريمات لتفتيح الهالات السوداء ما بتجيبش معاكي اي نتيجه، وده لان السبب الحقيقي ممكن ما يكونش تصبغات اصلا. الهالات ليها اسباب تانية خالص، اولها العامل الوراثي والجينات، وثانيها واخطرها هو الجفاف ونقص شرب الميه. لما جسمك بيفقد الترطيب الجلد في منطقه تحت العين بيبان باهت مع الوقت، الجلد تحت عينك بيدخل لجوه وبيبان ان هو قريب جدا من العظمه، وده بيعمل ظل غامق بيبان ان هو هالات مع انه مش هالات في الحقيقه. تيجي بعدها اكبر غلطه بتعمليها في الصيف، انك تحطي صن بلوك على وشك كله وتنسي منطقه تحت العين، مع انها اهم منطقه واكتر منطقه حساسه في الوش. التعرض الزائد للشمس بيحفز خلايا الميلانين انها تفرز صبغه زياده في منطقه الجلد الرقيق اللي تحت العين، ومن غير حمايه فطبعا هالاتك هتغمق اكتر مهما عالجتي. العلاج الصح انك تحمي المنطقه دي بالصن بلوك يوميا، وانك تشربي ميه كويس جدا علشان تعوضي الجفاف، ولو عندك انيميا لازم تعالجيها الاول علشان لما تيجي تستخدمي اي منتج سكين كير يجيب نتيجه معاكي. ويجي بعدهم كريم عين لازم يكون غني بمادتين مهمين جدا للهالات السوداء، هما الهيالورونيك اسيد والكافيين، عشان يملوا المنطقه دي ويقللوا الانتفاخ والهالات السوداء اللي فيها. اما للاسف اللي عندك لو هالات وراثيه او تجويف وراثي فما فيش اي كريم او سيرم هيجيب معاه نتيجه. الحل الوحيد انك تعملي للمنطقه دي فيلر. الهالات السوداء مش عيب خالص، هي مجرد اشاره من جسمك بتقولك افهمي المشكله الاول علشان تعرفي تعالجيها صح.